قبيلة حمر ولا ولاد حمر ماشي غير اسم في التاريخ، هذه أرض الرجال والشرفاء والزوايا، أرض عامرة تاريخ وأصالة وبالعلم والرباط، من زوايا الذكر والقرآن لرجال حملوا الراية في الدين والجهاد وصنعوا مجد قبل ما يتكتب بالحبر. من أرض الرقراقيين فين البركة كانت قبل السلاح والدعاء كان أقوى من الرمح، وزوايا خرجات مجاهدين ماشي غير فقهاء، إلى أرض حمر فين القرار ولا موقف والموقف ولا تاريخ. من زاوية سيدي شكر أول مسجد تبنى في المغرب، منارة ضاربة في 14 القرن ديال التوحيد، فين تعمر المكان قبل ما تعمر المدن، وفين الصلاة سبقات السلطان والدين كان هو الأساس ماشي الزمان. إلى الزاوية البوصونية من قلب جنان بيه، فين العلم كان جهاد والمكتبة أقوى من السيف والدرس رسالة قبل ما يكون حجر. ومن الزوايا طلعوا رجال لباو نداء الوطن وحملوا السلاح مع الشيخ أحمد الهبة ووقفوا ضد المستعمر دفاعا على الأرض وعلى الكرامة. ومن بعدها كانوا وصلوا للشماعية، المدينة اللي تبنات فيها مدرسة الأمراء وفين ترباو وقراو العلويين، وسط أرض القبيلة بعيدا عن طرف القصور، في القيم والجد كانوا هما الأساس، والعلم كان تاج على الراس قبل الذهب. قبيلة حمر أرض البركة والجهاد وأرض التاريخ اللي ما كيموتش، وهذه غير البداية. أسئلة كثيرة غنجاوبوا عليها قريب. علاقة الرقراقيين بأرض حمر وأصلهم، شكون اللي بنى مسجد سيدي شكر التاريخي، علاقة الزاوية البوصونية بالأرض، وشكون قرا في مدرسة الأمراء بقلب الشماعية، وعلاقة حمر مع المجاهد أحمد الهبة، دعم ولا خيانة. تابعونا على مدرسة الزمن باش نكتشفوا جميع الحقائق اللي ما عمرك سمعتيها على قبيلة حمر. ما تنساوش تتابعونا على الصفحة وتخليو لنا تعليق وتبارطاجيو الفيديو باش تشجعونا نكملوا في هالطريق.